هو ايه نظام البوينتس ده وايه علاقته بالجي بي اي؟ كل ماده بنجيب فيها تقدير معين، التقدير ده بيترجم لبوينتس. يعني مثلا لو جبنا في الماده امتياز فده بيترجم ل 4 بوينت، ولو جبنا فيها جيد جدا ده بيترجم ل 3 بوينت، ولو جبنا فيها جيد ده بيترجم ل 2 بوينت، ومقبول 1 بوينت. طيب هو ازاي بيتم حساب الجي بي اي عن طريق البوينتس؟ ده بيكون عن طريق عدد الساعات اللي هي الساعات المعتمده. بنجيب التقدير اللي انت جبته ونشوف التقدير ده كام بوينت. يعني مثلا امتياز، الامتياز ده 4 بوينت، هنجيب الاربعة بوينت ونضربهم في عدد الساعات المعتمده بتاعه الماده. يعني مثلا ماده زي الاناتومي، ماده الاناتومي هي بثلاث ساعات في الاغلب، فاحنا عايزين نحسب البوينتس اللي هتطلع من الماده دي. هنجيب الثلاث ساعات ونضربهم في التقدير اللي احنا جبناه. يعني مثلا لو جبنا فيها امتياز عدد الساعات بتاعتها 3، يبقى الثلاثة في 4 ب 12 نقطة. طيب احنا طلعنا من مادة الاناتومي 12، وكمان هنطلع مثلا من الفسيولوجي 12 برضو زيهم ان شاء الله، وهكذا وهكذا وهكذا، مواد كتير. نجمع بقى البوينتس دي كلها في مجموع، ونبدأ ان احنا نقسم المجموع ده على عدد الساعات كلها، فيطلع لنا الجي بي اي بتاعنا، ان كان بقى 4 3 وي 2 وي وهكذا. هو ده الجي بي اي، وازاي بيتحسب بمنتهى البساطه. وبعدين خد بالك ان A غير A بلس غير A ماينس بتفرق، ودي بتبقى ليها حسبه تانية، ولكن احنا فهمنا الفكره الاساسيه.